الرحمن الرحيم. في البداية لابد أيضا أن نتذكر ونترحم على محمد لمين حرمة الله، أحد أعيان وأحد أيضا أعلام هذه المنطقة، والذين تفقدوا اليوم بالرحمة والغفران. أولا هذا اللقاء الذي يأتي اليوم في هذا الحشد أو الجماهير تعبر اليوم على ثقتها بالمرشحة منى الشقاف، ويتعلق أيضا الموضوع بالطعن بالمحكمة الابتدائية بأكادير. هذا الطعن الذي أيضا أعطى كلمته وأيضا قدم أيضا صورة حقيقية عن ما يجري في المجالس، أيضا المجلس الجهوي. إذن نحن بصدد قضية موضوع رهن القضاء، ولا نستبق القضاء، نثق في مؤسساتنا الدستورية، ونؤكد أن القضاء هو له الكلمة الفصل، وسيصار أيضا إلى إنصافنا كساكنة وأيضا كنخب وكأطر بهذه الجهة. أيضا القضايا التي وضعت في الملف، وهي قضية 1975 و 1979، هي لا علاقة لها بالملف. هذه القضية قضية جديدة بالنسبة للإحصاء وبالنسبة للتسجيل، هي قضية 2005-2016، وهي أيضا من مرجعية الوثائق والمصادر واستخراجها أيضا، لأنها قضية جديدة لا يمكن أن اللعب على شيء آخر. نحن أمام دولة واحدة، أمام قانون يؤسس أيضا لميثاق جديد، ونحن أيضا لنا ثقة تامة في دستورنا وأيضا في مؤسساتنا وفي ملكنا، وفي أيضا المؤسسة الدستورية التي ستعطي الكلمة الحقيقية، وهي أيضا أنها ستنصف الجميع. اليوم هذا اللقاء كما تتبعتم بهذا الحشد الكبير يؤكد على أن المرشحة هي مرشحة الجميع، والتي صوت عليها الجميع لحزب الأصالة المعاصرة. إذن حزب الأصالة المعاصرة أيضا له مكانته وله أيضا موقعه في الخارطة السياسية، خصوصا في الأقاليم الجنوبية. وأيضا نشكر الجميع اليوم الحضور الذي حضر من مناضلين ومتعاطفين أيضا، وأيضا من ساكنة، والتي يدل على أنها تهتم بقضاياها الجهوية وقضاياها أيضا في كل مكان، وأن مصالحها هي مصالح الوطن فوق كل جميع. والقضاء أيضا له كلمته الذي هو الفيصل، وخصوصا كما تتبعتم أيضا بأن المادة 72 هي مادة واضحة للعيان، لا يمكن تحويرها عن منطقها وعن أيضا قانونها. ونحن متفائلين بالقضاء الذي هو قضاء أيضا قضاء له يفصل أيضا جميع أيضا السلطات، وله أيضا استقلالية كاملة في اتخاذ مجريات القضية، والجميع يتبع قضيتنا، ونتمنى أن تنال قضيتنا إلى أن تخرج إلى نتيجة التي تنصفنا جميعا، والتي أيضا نعول أيضا عليها. وكساكنة أيضا نرحب بالمنسقة، وأن المنسقة هي حية تمارس شؤونها إلى جانب مجموعتها، وأيضا أنها أيضا جزء من المكون الحقيقي للساكنة بجميع تلاوينها، وأن الطيف السياسي سيعطي كلمته، وأن حزب الأصالة المعاصرة هو حزب غدا بكل ثقة للجميع.